ليه تشتريها لما ممكن باسهل طريقه هتقدري ان انت في بيتك تعمليها؟ الجبنه اللي انت شايفاها دي جبنه سهله وبسيطه، بنحتار فيها لما بنروح نشتريها من المعامل. بتشتريها بمبلغ غالي، هي اي نعم متكلفه معايا، ولكن في النظافه ما اقولكيش، نظافه ايدك ونظافه بيتك حاجه كده بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايفه حته الجبنه بتتكلم عن نفسها. هتعمليها النهارده بمكونات بسيطه، تعالوا نشوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما متهنيين وبالصحة والستر دايما كده وفرحانين ومبسوطين. النهارده زي ما انت شايفة معانا حتة جبنة، والله يا جماعة لوز. حتة الجبنة كده بتمشي يعني السكينة بتمشي فيها. شفتوا الحلاوة؟ زي الحلاوة. شايفين جبنة متماسكة وسهلة وبسيطة، بمكون واحد هنقدر ان احنا نعملها. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في وصفتنا على طول. معايا النهارده ايه؟ معايا النهارده هتشتغلي بايه؟ نعمل ب6 كيلو لبن. 6 كيلو لبن، 6 كيلو لبن بس هنعمل الجبنه اللي انت شفتها دي. كنت عملت معاكم الفيديو اللي قبل ده، كنت عامله خليط من البقري على الجاموس. النهارده هعملها جاموس خالص. طبعا بتدي نتيجه افضل بكتير لان اللبن بيكون تقيل، ولبن البقر ما بيديش انتاج كتير، بس هو بيدي له مميزات تانية طبعا هقول لكم عليها واحنا شغالين. هنحط قد ايه لبن ملح؟ هنحط لكل كيلو معلقتين من الملح بس. هنحط معلقتين ملح بس النهارده. يعني بصوا ال6 كيلو حطيت لهم الكيس الملح ده من بابه كده. هو جه معايا بالظبط لكل كيلو معلقتين من الملح. ده بتبقى طبعا جبنه ملح خفيف جدا، بتبقى طعمها جميل جدا وفي نفس الوقت دسمه وبتكون حلوه قوي. قلبت كده اللبن، خدت كده يجي كيلو من اللبن وقلبته كده في الملح كويس قوي الاول، وبعدين بدات ان انا اصفيه. طبعا انا مصفيه اللبن معاكم الاول خالص لان اللبن لازم يتصفى بمنخل او بشاش. منخل يكون حرير اللي هو مانع كده، يكون ما بينزلش اي حاجه خالص، او بشاشه. بعد ما قلبت اللبن الملح معاكم قلبته كويس قوي، حطيت بقى اللبن بتاعي كده على البوتاجاز علشان اديله درجة الحرارة بتاعته. درجة الحرارة هتبقى بايه؟ هي بتبقى تقديرية كده، المفروض فيه ترمومتر، بس بصراحة انا ما بشتغلش بالترمومتر. انا بعملها كده بالبداهة كده. يعني انا بخلي ايدي اللبن سخن شوية على ايدي، ما يكونش بيلسع ولا يكون ان هو فاتر كده او بارد او دافي، لا يكون اكتر من الدافي بشوية. هحط ايه؟ منفعة. ده شكل المنفعة، انا حبيت ان انا اوريها لكم. دي المنفعة هي بتيجي من عند اللبان او من اي معمل. احنا بالنسبة لنا بجيبها لان انا من المنصورة، بجيبها من النقيطي في المنصورة في شارع شارع الشيخ حسنين. طيب زي ما انتم شايفين بعد كده 6 معالق منفعة زي ما انتم شايفين، لكل كيلو معلقة. ركزوا بس في عدد المعالق. طيب حطيت قد ايه؟ حطيت 6 معالق. كل كيلو له معلقه واحده بس. كل كيلو له معلقه واحده بس. بصوا يا دوبك اللبن مدي دخان على بسيط، هو مش سخن قوي، لا هو درجه حراره متوسطه. انا بعد ما حطيت كده طبعا عديت 6 معالق، حطيتهم كده زي ما انتم شايفين في الجردل وصبيت عليهم اللبن كده. هو اتقلب مع نفسه وغطيت عليهم لحد ما هغطي عليهم مثلا بتاع ساعتين 3. يعني ساعتين 3 حطيت كده استرتش زي ما انتم شايفين علشان يحفظ لي الحرارة واللبن يتجبن معايا زي ما هنشوف دلوقتي. عدى كده الوقت المحدد ساعتين 3، وهي قعدت معايا بالظبط 3 ساعات، وبدأت ان انا لقيتها اتجبنت معايا خلاص كده زي ما انتم شايفين. هتشوفوا اهو القوام بتاعها كده متماسك وحلوة جدا، يعني ما شاء الله كده. جاهزة على طول ان احنا نحطها بقى في الشاشة بتاعتنا. معايا مصفى كده زي ما انتم شايفين، ومعايا شاشة كده نضيفة. انا ممكن اعملها في المصفى دي، بس لقيت ان الكميه هتبقى صغيره. انا دايما بعمل فيها لو الكميه كبيره شويه. هوريكم ان انا هنقلها دلوقتي في حاجه تانية، وانا عامله لكم الفيديو اللي قبل كده معمول في مصفى مختلفه خالص. شايفين انا نزلت الكميه كده علشان تنزل الشرش بتاعها. هقلب فيها كده شمال ويمين، وهبدا ان انا كده اعصرها، وبعدين هنقلها كده في مصفى صغيره زي ما هتشوفوا دلوقتي. المصفى ديت موجوده في كل بيت، وانا عندي منها 3 بنفس الشكل بالظبط ونفس اللون. عندي منها 3 او زي ما انتم شايفين كده. هتدينا بقى ايه في النهايه؟ قالب كده مستطيل. ولو عندك اي حاجه المره الجايه ان شاء الله هعملها لكم في الصندوق الخشبي اللي انا بعمله، اللي هو اصلا بتاع المعمل. زي ما انتم شايفين اهو، سبتها كده علشان تتصفى، وهاجي بعد شويه كده اقلبها. بصوا انا قلبتها مرتين، كل مره اقلبها علشان تجيبها من تحت لفوق، علشان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده الطبقه اللي تحت كده بتسطب كده معاكي وبتسد كده، بتعمل زي يعني بتتجبن الاول، وبعدين اللي فوق وفي النص بيبقى طري معاكي، وممكن وانت بتقطعيها يعني تسقط منك شرش تاني وما تعرفيش ان انت اصلا تقطعيه. زي ما انتم شفتوا الشرش اهو كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله.
عملتها كمان مرة اهي. بصوا هو لبن جاموس خالص بيديكي بياض ناصع جدا، يعني لا حته الجبنه بتبقى بيضه جدا، بس بصراحه اما يكون مخلوط بيبقى حلو قوي. اللبن البقر بيدي كده للجبنه عرق، بتكون برضو ما بتكون ميكس بصراحه بتبقى احلى. يعني انا جربت ديت وجربت ديت من يعني كذا مره، بتديني نتيجه افضل اللي هو بقري على جمسي. لكن البقري ما تكتريهوش علشان اصلا البقري ما بيرميش معاكي اصلا انتاج يعني. حطيت كده غطيت لها، شفت اي حاجه على مقاسها، طلع الطبق اللي هو دهوت. وبعدين حطيت لها تقل وسبتها، وهنقطعها بقى ايه. سبتها برضو بتاع 4 ساعات، يعني هي فضلت كده في المصفى 4 ساعات، وبعدين بدات ان انا اقطعها. زي ما انتم شايفين ادا الشرش اللي تحتها اهوت، ده الشرش اهوت ممكن تغليه وممكن ما تغليهوش، ده براحتك انت. ساعات بغليه وساعات ما بغليهوش، بس هو بصراحه اما بيكون مغلي بيديكي فتره اطول، بس يعني ايه، يعني هو بيديكي صلاحيه اكتر. انا ساعات بغليه وساعات لا. زي ما انتم شايفين هقلبها كده وبعدين هنقطعها سوا. بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. ما شاء الله مدياني كميه حلوه والله يا جماعه. دول 6 كيلو لبن زي ما انتم شفتوا في الفيديو، وحاطه لهم ال6 معالق منفعه وتقريبا 10 معالق من الملح. كل كيلو بحط له معلقتين 2 ملح وكيلو منفع ومعلقه منفع. كيلو منفعه ده كده هنروح في داهيه، يعني كيلو منفعه ده هنعمل بقى هنا معمل. طيب ما شاء الله بتتقطع معايا بكل سهوله. شايفين حلوه ازاي، والخرط حلوه قوي بجد. يعني المره دي جايبه معايا انتاج كويس، مش وحش يعني، ما يقارب 2 كيلو. وكمان حاجه كده بيتي وحاجه نظيفه. شايفين حته الجبنه ما شاء الله السكينه نازله فيها كده زي الحلاوه بالقشطه، حاجه تحفه بجد. بجد حلو قوي. وكمان طعمها يا جماعه والله رهيبه بجد. يعني بصوا انا بعت منها، بعملها على طول للبيع كمان، لان في ناس كتير قوي بتطلب مني الدلعه ديت او اللي ملحها خفيف. بجد بجد ليها طعم مختلف تماما، تحسي ان الخير فيها كده طعمها جميل قوي، غير اللي ملحها زايد. تحسي بقى ان انت كده ايه يعني. هي دي في يعني في ناس لها اكلها مالح الجبنه تكون مالحه، وفي ناس اكلها الجبنه تكون دلعه او ملح خفيف. كل واحد وله اكله. زي ما انتم شايفين قطعتها كده، وهبدأ ان انا ارصها كده في علبة تلاجة عندي اهو. رصيها زي ما انت عايزة. ممكن ان انت تحطيها بقى كده في الاكياس بكل، يعني في مناديل كده عندنا، مناديل اكياس كده للجبنة مخصوص. ممكن تحطي كل قطعة في منديل، بس الكمية عندي مش مستاهلة. ممكن ان انا احطها وممكن لا، ده حاجة بترجع للاختيار. الاختيار يعني اختياري قصدي. زي ما انتم شايفين الشرش اهو ما شاء الله لونه اخضر وحلو جدا. تحس ان هو ايه يعني. بصوا ما شاء الله نزل الدسم فيه. هو مش نازل الدسم فيه ولا حاجه، هي بخيرها، بس تحس ان هو ما شاء الله. الشرش كمان اخضر كده لانه ايه. اهو شفتوا الجبنه، لان هي اصلا اللبن ما شاء الله دسم. بصوا الجبنه حلوه ازاي بجد والله حلوه قوي. انا كل اللي بيدوها بيجربها وبيدوقها وبيطلبها مني تاني. ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك، بالله عليكم حطوا لي لايك للفيديو. اللايك بيفرق طبعا علشان نستمر. وشكرا لكل اللي اتصلوا بيا وقالوا لي حط فيديوهات، احنا عايزين فيديوهاتك. متشكره قوي ليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.